تخيل معايا كتسمع واحد الجملة كتقول: لن تكون سعيدا أبدا إن كنت تعيش في خوف مستمر. على السطح ممكن تبان جملة عابرة بحال أي نصيحة سمعناها بزاف، ولكن في الحقيقة هذه رسالة وجودية كتسأل كل واحد فينا: كيفاش نبغي نعيش حياة سعيدة وأنا عايش سجين لمخاوفي؟ الخوف ماشي مجرد إحساس كيجي ويمشي. الخوف كيقدر يتحول لسجن غير مرئي، كيربط يدينا ويعمي عينينا. الخوف كيخلينا نفضلوا الصمت على الكلام، الاستسلام على المحاولة، والعيش في ظل الماضي على مواجهة الحاضر. الفلاسفة كانوا ديما كيحاربوا هذه الفكرة. سبينوزا كان كيقول أن الخوف يسلب الحرية، وسارتر كان كيشوف أن الإنسان اللي ما كيتحررش من خوفه كيبقى هارب ديما من مسؤولية الاختيار. والسعادة بلا حرية هي مجرد وهم جميل ما كيوصلك حتى لشي بلاصة. المشهد هذا كيذكرنا أن السعادة ماشي كنز غادي نلقاوه بعيد، ولكن فعل يومي، قرار نعيشو اللحظة بلا ما نحسبو ألف حساب. لحظة كنواجهو فيها المجهول وكنقولو للخوف: ما عندكش السلطة عليا. وربما هذه هي الرسالة الأقوى في الحياة. السعادة ماشي حلم كيجي من برا، السعادة كتولد في الداخل ديالك، فاش كتختار تكون حر وفاش كتعيش الحاضر بشجاعة وبلا قيود.